طموح. شغلك اللي انت بتعمله بتبقى حاطط له هدف عشان توصل لحاجه معينه. ممكن الهدف اكيد ان انا ابقى مدير فني واخد الخطوه دي، لكن زي ما انت ما بتقول يمكن سبحان الله كان كل ما بتيجي الفرصه باجلها. كل ما تيجي مره الفرصه. كان اتعرض عليك منتخب ناشئين، منتخب الاولمبي. منتخب الاولمبي وبرضه اعتذرت وقتها. والمنتخب الاول كان مع الكابتن محسن صالح، برضه وقتها اعتذرت. وكان في بعض الفرق برضه بتكلمني اعتذرت. فسبحان الله زي ما بقول لك انت بتحط هدف معين ليك، لكن الاقدار لا يعلمها الا الله. فيمكن بس كنت دايما بتتحمل مسؤوليه. بتحمل مسؤوليه اكيد. انا فاكر انا ضحكت دلوقتي وانت بتكلمني ليه؟ افتكرت ان دايما كنت بتتدبس مع مانويل جوزيه، يوم يروح مسافر ومريح 15 لعيب ويقول لك امسك انت الماتش ده. الماتشات بتاعت بس كنا بنبقى حاسمين البطوله. بس برضه يا كابتن يعني انت برضه كانت بتاثر شويه. كيانك يعني كانت بتاثر شويه. انت المسؤول. كانت بتاثر شويه، لكن كانت بتبقى فرصه كويسه. يعني فرصه كويسه ليا بالنسبه للماتشات ديت. لكن زي ما بقول لك حته التوقع ان انت تبقى مدير فني كان طموح عندي موجود. اتعرض عليك انديه دوري ممتاز يا كابتن؟ اتعرض عليا انديه قبل كده ايه؟ اكتر من مره. مين انديه مثلا اتعرض عليا؟ يعني مش عاوز اقول اسماء، بس اكتر من مره. يعني تقريبا 3 انديه بالظبط يعني. منهم يعني بتروليه طبعا. 3 انديه بالظبط. حصل كلام مع الناس يعني، وبرضه طلبت تاجيل. وقعدت تفكر؟ قعدت افكر. اسيب الاهلي وكيانه ما اعرفش ايه واروح اخد طموحي ولا افضل. لعلمك يا خالد برضه من الناس اللي انا ناقشتهم في النقطه دي، ما حدش برضه يعرف الموضوع ده، مانويل جوزيه. والله طبعا. يعني في اوقات قلت له انا جاي لي كذا وبفكر بقى، كان بيطلب مني يقول لي لا، يعني انت ما تسيبش المكان ده. يعني انت مكانك ومستقبلك في المكان ده. بس هو برضه يا كابتن يعني اقول لك يعني من وجهه نظري اي شخص بيشوف برضه نجاحه في وجود حسام البدري، يعني مع حفظ الالقاب طبعا حضرتك. يعني حاسس ان مانويل جوزيه برضه حاسس ان لو كابتن حسام مشي هيفقد ضلع مهم يعني هي ممكن زي ما بقول لك العلاقه اللي كانت بيننا، وفي نفس الوقت انا تملي بقول لما الواحد بيشتغل مع حد لابد يبقى بيشتغل معاه بمنتهى الامانه وبمنتهى الصدق. بيخلص المكان نفسه. يعني دوري كان موجود في حته معينه كنت بعمله بمنتهى الاخلاص. دوري ان انا كنت اساعد الراجل اللي فوقيا كنت بعمله باخلاص قوي طبعا. ويمكن دي التوفيق ان يجي لك المكان ده. خلي بالك يعني انت ممكن تقعد تجتهد وممكن تقعد تخطط، وممكن انا بقول تجتهد وتخطط. ربنا بيدي يعني كل مجتهد نصيب. ممكن تجتهد وتخطط، ممكن اجتهادك يبقى شيء كويس، لكن تخطيطك يبوظ لك اجتهادك. ليه؟ لانك انت بتخطط ممكن بطريقه انت عايز تمسك يعني بطريقه خطا. انا هكمل اهو بطريقه خطا. وممكن انت تبقى زي ما بقول لك يبقى عندك طموح مشروع تمام، مشروع بمنتهى يعني الصفاء يبقى موجود، يبقى عندك طموح لكن عملك واخلاصك وحدودك اللي انت بتشتغل فيها بتأديها بمنتهى الامانه، فربنا بيديك على طول. يعني معانا الشاعر علي عفيفي، هو حابب انا سمعت عنه طبعا كتير، وعرفت ان هو من اكتر من حلقه كان معاكم. طبعا. ويمكن صلاح مشكورا جاب لي السي دي. هو لا ده كمان هو ما عرف ان حضرتك معايا النهارده فقال لي لا انا اعمل له حاجه وعايز اسمعها للناس. ازيك يا علوه؟ يا مساء الفل يا ابو الكباتن. ولما عرفت ان ضيفك كابتن حسام قلت لازم اتصل اوام داخل على طول اعمل مداخله وابتديها بالسلام والتحيه والاحترام لابن الاهلي حسام البدري الراجل الهمام. وعايز اقول حبه كلام هقوله بالشعر المقفى. حسام البدري محترم والخلق عارفه، شخصيه وذوق وفيه طهاره وكله عفه، واخد التدريب دراسه مش بالمصادفه، واللي عمله السنه دي محتاج لسقفه. بعد مانويل جوزيه كانت كل الخلق خايفه، لا الاهلي يغرق ويتوه ويخفى، وناس كتير بتوع الزفه قالوا لك الاهلي هيتوفى. يا نهار ابيض الزنقنا شوفوا لكم صرفه، والاجانب فكره سد الباب وواقفه، والمواهب اصبحت بتدوخ وتحفى. جه حسام قال لهم ازاي وكيف، قالوا له شيل، راح شايلها بكل خفه. وادي النتيجه الاهلي فوق، وبفضل حسام بقى الالفه. عمل فريق محترم دلوقتي هي الاولى، ومتهيألي ومتاكد راح ياخدوا البطوله.
غاب عنه نص الفريق، ما عملش هلوله، بركات ومتعب وتريكه ومفيش جون ومفيش دوله ولا دوله. لكن رجاله الاهلي رجاله مسؤوله. حسام البدري في رايي احسن من جوزيه. هتقول لي ليه؟ تعالى نتحاسب يا بيه. جوزيه بيهبر بالدولار والبدري بيقبض بالجنيه. لو جوزيه غاب عنه تريكه ولا متعب ولا بركات، ساكت ليه؟ كان ساعتها شق هدومه وخلع ومش هنلاقيه. مانويل جوزيه قطاع الناشئين كان لغيه، بلاش دي. حارس المرمى ده مفيش حارس غير احمد عادل، ربنا يحميه. كان جوزيه هيقول احيه وحاجات كتير. صحيح مانويل جوزيه كان كبير، بطولات كتير، بس بايه؟ بالاهلي ورجاله والبدري وجماله. ما هي دي الحقيقه يا بيه. عايز تعمل مقارنه؟ البدري ده املنا ولازم نحافظ على الايه؟ لازم نحافظ عليه على الاقل. ده اللي منا، مع احترامي لمستر جوزيه. شكرا علي عفيفي. اتفضل. لا عاوز اقول يعني بشكره طبعا على الكلام ده، لكن في نفس الوقت لابد ان احنا نتذكر مانويل جوزيه بانجازاته وبحجمه الكبير، وبرضه يعني ادى النادي الاهلي. واكيد يا جماعه احنا بنقول ان في اختلاف بيبقى بين المدرب الوطني والمدرب الاجنبي بالزبط. في حاجه المدرب الاجنبي احنا خلينا نبقى متفقين بمنطقيه بالظبط. مدرب محترف عايز ياخد بطوله، عاوز ياخد بطوله وبس. وهو الاحتراف كده، في يعني حتى في العالم كله بيبقى كده، يعني عاوز ياخد بطوله. احنا كنا السنه دي في دوره فتره الاعداد يعني، وبرشلونه شفناهم بيجرب بتاع 30 او 40 لعيب. اما ابتدت المباريات الرسميه، بالرغم ان في لعيبه كتير مميزه وصغيرين في السن بيلعب بنفس الفريق اللي كان تقريبا بيلعب بيه السنه اللي فاتت. تمام. يمكن الظروف اما بيبقى صعب زي الظروف اللي انا عشتها السنه دي، انت بتبتدي تتحكم او تتصرف او تاخد قرارات في حدود المتاح وبشكل منطقي. يمكن بيبقى كويس ان انت بتخلق جيل جديد، لكن في نفس الوقت ما يجبش ان احنا يعني ننسى. طبعا يعني انا بشكره. لا ده مش شيء محترم يعني، فعلا ما يجبش ان احنا ننسى جوزيه وانجازاته يعني. طيب انا هقول لك كابتن، حضرتك كنت بتفكر ازاي؟ اولا بدايه كده انت قابلت ان انت تفضل في النادي الاهلي، جه مستر فينجادا. ايوه. وكان هيمسك، وبعد كده فجاه قيل انه عنده مشاكل عاليه. انا على حد علمي هو خاف، يعني انا على حد علمي لان هو مسك فرق بعد كده ومسك كذا فرقه بعد كده، فالمشاكل عليها ما كانتش هي الحائل ما بينه وبين النادي الاهلي. وكل الناس كان قبل يا نهار ابيض ده ما فيش مدرب، كابتن حسام بدري هيجي ده ويوسف وبتاع، ده كلهم صغيرين، والنادي الاهلي اللعيبه مشيت، والنادي الاهلي اللعيبه كبرت، ده النادي الاهلي السنه دي لو طلع السادس. بعد كده دخلنا على دوره الزيتون خسائر، دخلنا على دور ويمبلي خسائر بنتيجه كبيره. خلينا نقف على النقطه دي. خسائر يعني ايه خسائر؟ خسائر ونص الفرقه ما كانتش موجوده، وبرضه كنت واخد مجموعه من الشباب وانا بلاعب 4-4-2 بلعب هناك مع فرق كبيره من تركيا ومن المانيا ومن المغرب. تمام. في فتره اعداد. تمام. بقول لك بمجموعه شباب. بعد كده رحنا لعبنا سيلتك ولعبنا برشلونه، والناس تخاف. شيء مش منطقي يعني. شيء كنت بقى انا خلي بالك انا عشان خلي بالك يعني انا طبعا كنت بتعامل مع المباريات ديت، في نفس الوقت بتعامل في حدود المتاح وبفكري ومصر على فكري ان انا همشي بيه بعد كده. لكن كنت لما بطلع وبسمع النقد ده انا كنت بضحك. صدقني بيني وبين نفسي بقعد اضحك ان الناس بتقول الكلام دوت ما فيهوش منطقيه. ولا الصحافه بتكتب نفس الكلام ان فيه اهتزاز وفي كذا وفي كذا والمستقبل هيبقى يعني مش مضمون. يعني كنت بقعد اضحك. يعني ان حتى ما فيش تميز، ان في فرق ما بين اللي احنا هنلعب فيه كدوري محلي وكده وما بين المباريات اللي انا باخدها في الوقت دوت. الفريق لسه ما اكتملش، لسه معايا برضو مجموعه ناشئين كده. فعلا كان هيبقى فيه احلال وتجديد. يعني انا كنت مصر على ادخال، انا كنت مصر مش عمليه ان انا اجدد، كنت مصر ان انا هدخل عناصر جديده. يعني في فكري ان انا هدخل عناصر جديده شابه من الناس، من المجموعه اللي موجوده معانا في فرقه الشباب بشكل متدرج وبشكل يبقى طبعا اسمح لهم انهم يبتدوا ينسجموا وياخدوا على الجو وياخدوا على طريقه اللعب، وفي نفس الوقت اللي يقدر يثبت نفسه انه ياخد فرصته. كنت مصمم على الكلام دوت. لكن الظروف طبعا ان يبقى في اصابات برضه خلتني ان انا اخد القرار ده بشكل موسع. يعني السنه دي انا لعبت تقريبا بتاع 7 لاعبين باحمد علي وباحمد عادل، تمام، وشبيطه وفاروق وشكري وشهاب وهشام، فاهم؟ كل دول بيتمرنوا معايا، ولسه في سعد سمير، ولسه في